سلام سلام، مرحبا بكم البنات. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم حلوى جزائريه تقليديه اللي هي حلوه المشكله. على بالكم باللي المشكله فيها بزاف لي موديل. هذا الموديل هو السهل البنات، يعني اي وحده تشوف لا فيديو وتشوف الوصفه تطبقها راهي رايحه تنجح لك من اول تجربه. نمد لكم سعر البيع في اخر الفيديو. نتمنى ان شاء الله تقعدوا معايا هكذا باش تشوفوا كامل اسرار نجاح هذه الحلوى وكيفاش تجيكم عسله لداخل. خياتي كما قلت لكم درناها بالكاوكاو. الوغ واش نديروا؟ اول حاجه نروحوا نعالجوا الكاوكاو ديالنا. الفيديو هذايا راني يعني راه في القناه شاركته معكم الايام اللي فاتت. وريت لكم كيفاش تنحيوا له هذيك الزيت وهذيك الريحه وتتحصلوا على هذا القوام. يعني كي تشوفوه يبان لوز ماشي كاوكاو. يعني هذيك اول خطوه كاول نصيحه لازم ديروها البنات. لو كان ما تعالجيش الكاوكاو ديالك كي تكوني تخدمي فيها وتعجني فيها راهو رايح يخرج لك هذيك الزيت ومن بعد تجيك يابسه. كيما راكم تشوفوا معايا البنات رايحه نمد لكم المقادير المضبوطه. لهنا انا خدمت كونتيتي صغيره. الوغ درت رطل تاع الكاوكاو هذا ما كان مي رايحه نمد لكم المقادير تاع كيلو كاوكاو. في كيلو تاع الكاوكاو ديري 300 غرام سكر عادي، ديري 2 مغارف صغار لافاني، ديري مبشور تاع 2 حبات قارص يكونوا كبار. لهنا المبشور لازم البنات. كيما راكم تشوفون نخلط الكل مع بعض، من بعد نضيف البيض ديالي بشويه بشويه، يعني نجمع الخليط ديالي غير بالبيض. هذا ما كان كيما راكم تشوفوا خياتي بهذه الطريقه حتى نتحصل على عجينه تكون طريه تكون طريه. هذا ما كان البنات بالكو تجريوها. فوالا البنات. لهنا بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش الميزان واش ديري 3 كيلات تاع الكاوكاو مع كيله ناقصه اندوا سكر عادي، يعني وتكملي ديري لافاني وديري مبشور الليمون. هكذا البنات كيما راكم تشوفوا. لهنا راني نشوف فيها يعني اذا خصها البيض ولا لا. لهنا في كيلو تاع الكاوكاو نديروا حوالي 4 حبات تاع البيض. ردوا بالكم تروحوا معهم يعني على فوا البنات، ديروا غير بالعقل، يعني تروحي مع البيض ديالك بشويه بشويه. لهنا مديت لكم بالتقريب، يعني في كيلو تاع الكاوكاو نديروا حوالي 4 حبات تاع البيض يكونوا متوسطين. فوالا البنات. لهنا راني جمعت يعني العجينه ديالي. شوفوا القوام ديالها، شوفوا البنات ما تجيش طريه بزاف وما تجيش يابسه البنات، يعني تجي شاده روحها كيما راكم تشوفوا. هذا هو القوام ديالها. يعني كي تشكلي هذيك الكوريه وتعبزي عليها ما راهيش رايحه تشكل هذوك التشققات. فوالا البنات كيما راكم تشوفوا لازم تجي يعني العجينه ديالكم تجي هكذا شاده روحها البنات. فوالا كيما راكم تشوفوا. لهنا ديجا راهي بدات تشرب لي في هذوك السوائل. لهنا نروحوا مع بعض نوجدوا العجينه ديالنا. انا لهنا قلت لكم البنات عندي كونتيتي صغيره، الوغ رايحه نعبر بالفنجال تاع لاتاي. كيما راكم تشوفوا عندي لهنا 3 كيلات فرينه. كيما راكم تشوفوا معايا البنات الكيله ديالك لازم تكون ممسوحه، يعني ما ديريهاش مقببه كيما راكم تشوفوا. لهنا درت ملون ابيض ودرت ايضا اللافاني. كيما راكم تشوفوا نخلط كامل النواشف مع بعض هكذا البنات. بنفس الكيله اللي عبرتي بها الفرينه تعبري بها ليدام. انا لهنا درت المارغرين، خدمت بلابل، درت نص كيله مارغرين دايبه وتكون دافيه، ما لازمش ديريها سخونه. فوالا كيما راكم تشوفوا النص اللي بقى لي تاع الكيله ديالي كملته ربع ما زهر، والربع الاخر درتو ماء عادي وفيضت الكيله ديالي. كيما شفتوا البنات فيضت الكيله ديالي، يعني بهذه الطريقه راهي رايحه تكفيني نطم كامل العجينه ديالي. كيما راكم تشوفوا خياتي العجينه هذه هي البنات، هذه هي لاباس تاع الحلويات التقليديه. هذه هي البنات. من هذه العجينه من بعد كاين اللي يزيد لها الخل، كاين اللي يضيف لها البيض، يعني على حسب الوصفه البنات. ماشي في هذه الوصفه تروحوا ديروا الخل ولا يديروا بها تاني البقلاوه. نقدروا نديروا بها الياسمينه. هذه الياسمينه حلوه كانوا يديروها بكري ثاني دوكا ماهمش يديروها. شوفوا البنات هذه هي لاباس تاع الحلويات التقليديه. قلت لكم من بعد يديروا عليها يعني يدخلوا عليها اضافات ويخدموا بها الحلويات التقليديه. المهم نبقاو في الوصفه ديالنا. عفوا كما راكم تشوفوا العجينه ديالي طميتها لازم تكون طريه مليح كما راكم تشوفوا. فوالا البنات نديرها في ساشي ونخليها ترتاح هكذا البنات. كما راكم تشوفوا الان رايحه نحل العجينه ديالي. لهنا كانت ارتاحت، لازم ترتاح، ما تقدروش تخدموا بها مباشره. لهنا نرشوا شويه تاع الفرينه، يعني ما نكثروش بزاف هكذا باش كي نحلها في الماشينه ديالي ما تلصقش في الماشينه وتولي تتقطع
هكذا خياتي نجوزها في الماكينه تاع البقلاوه. لهنا الارقام البنات حليتها، يعني تحليها الرقم 1 ومن بعد رقم 3 ومن بعد رقم 5. انا لهنا نورمالمون حليتها حتى الرقم 5، يعني تقدروا تحلوها حتى الرقم 6. هكذا البنات. مي اذا كنتي مبتدئه دو بريفيرونس يعني تحليها في الرقم 5 هكذا، باش كي تروحي تنقشي المشكله ديالك يعني بالنقاش تقدري، يعني بالنقاش ديالك هذاك تقدري تحكمي العجينه. لو كان ديريها رقيقه بزاف كي تروحي تنقشيها راهي رايحه تقطع لك. هكذا البنات. كي تمشي يدك ومن بعد تحبي ترقي في العجينه تقدري ترقي فيها عادي. انا لهنا درتها في الرقم 5. المشكله ديالي نحبها شويه كي ننقش العجينه ديالي تجيني باينه، تجيني واقفه، فهمتوني البنات؟ فوالا هذه هي العجينه ديالي كما راكم تشوفوا. شوفوا العجينه شحال شابه البنات، ما تتشقق ما تتقطع ما تفتت، يعني ما شاء الله تلعبي بها كيما حبيتي. انا لهنا راني كملت حليت العجينه ديالي حتى للرقم 5 كما راكم تشوفوا. الان جبت القطاعه ديالي رقم 6. فوالا البنات هكذا البنات. ونقطع العجينه بهذه الطريقه. طريقه تاع التقطاع تانيك لازم تنتبهوا البنات. لهنا ما رانيش نطبع، راني نقطع. يعني كي تروحي تقطعي العجينه ديالك ما تعبزيش على العجينه كيما نديرو في الصابلي، لازم تقطعي باش يخرجوا لك هذوك لي بلي مستفين كيما نقولوا. لهنا ما حبيتش نحي هذا المقطع، نوري لكم لي شوت تاع العجينه. جامي ترميهم، طميهم كامل، عاودي عجنيهم، ديريهم في الساشي خليهم يرتاحوا وتعاودي تخدمي بهم عادي، ما كان حتى مشكل. اذا شفتيهم ناشفين شويه شمخي يديك بشويه تاع الماء وعجني العجينه ديالك هذيك، يعني غير شويه ماشي تحكميها تعجنيها قسم طميها هذا ما كان. ديريها في الساشي وخليها ترتاح وتعاودي تخدمي بها، يعني العجينه جامي ترميها. فوالا البنات هذا هو الحشو ديالي ولا العجينه ديالي تاع الكاوكاو كما راكم تشوفوا. لهنا راهي ارتاحت وشربت لي هذوك السوائل. هاي ليكم. الان لهنا حليتها بالحلال عادي كما شفتوا معايا. لهنا دائما انا نخدم بالساشيات يعني يساعدوني في الخدمه، ونيفيتي نضيف يعني الفارينه بكميه كبيره ومن بعد هذيك العجينه ولا هذاك العقده ولا راهي رايحه تنشف لي وتجيني ناشفه وتولي تتشقق. هكذا البنات بهذه الطريقه نقطع ومن بعد كي تروحي تنحي يعني العجينه من الطابع تقلبيه تخبطيه مع لو بلون دو طرافاي وراهي رايحه تخرج معك. هكذا البنات. لهنا راهم مقلوبين، نجوز عليهم بالبياض البيض كما راكم تشوفوا باش تلصق العجينه. لهنا بياض البيض لازم نديروه باش نلصقوا العجينه. لهنا المقطع راح لي مي دوك تشوفوا يعني حاجه سهله كما راكم تشوفوا. نحط العجينه على العجينه تاع الكاوكاو ديالي وراهي رايحه تلصق يعني عادي ما كان حتى مشكل. فوالا البنات كما راكم تشوفوا. ونزيدوا الجهه الفوقانيه كيف نفس الخدمه، نجوز عليها بالبياض البيض. لهنا ما تكثروش بياض البيض، غير شويه البنات قسمه تلصق لنا العجينه هذا ما كان. فوالا سينو شوفوا لو كان تكثروا بياض البيض كي تكوني رايحه طيبي المشكله ديالك العجينه ما تحافظش على الشكل ديالها، تولي تتنفخ من هذاك البيض هذاك. فوالا البنات لهنا نلصق العجينه ديالي على العجينه تاع الكاوكاو. فوالا كما راكم تشوفوا ونضغط شويه هذا مكان باش العجينه تلصق لي. فوالا البنات نكمل نلصقهم كامل بهذه الطريقه ونضغط غير شويه. لهنا راني نوري لكم البنات. لهنا لازم يعني اذا خدمتي هكذا مثلا كونتيتي ولا لازم تغطيها باش ما تنشفلكش. لو كان تنشف لك العجينه كي تروحي تنقشيها هكذا تولي تتقطع. الوغ ردوا بالكم. فوالا البنات كيما راكم تشوفوا هذه هي الطريقه كيفاش ننقشوا. لهنا الصوره هي راهي تتكلم. هكذا البنات كيما راكم تشوفوا ننقش بهذه الطريقه، حاجه سهله كما راكم تشوفوا يعني بشويه تمشي يدك. لهنا ننقش المره الاولى من بعد نعاود عليهم المره الثانيه. هذا المقطع يعني هذا الحبيبه هذه كانت يعني كنت خدمتها باللوز. المقاطع تاع يعني اللي خدمتهم بالكاوكاو لقيتهم ما كاش مزيه، كان عندي هذا المقطع اللي خدمتهم باللوز وبعد ان شاء الله نشارك معكم الوصفه باللوز ان شاء الله. يعني نفس الطريقه يعني نفس الموديل كما نقولوا.
فوالا البنات كما راكم تشوفون نقش بهذه الطريقه، ننقش الحبه ديالي كامل، من بعد نعاود نجوز عليها كامل باش هذوك يعني العجينه كيما نقشتها تجيني واقفه. نضغط مليح ودائما ديري الفرينه في النقاش ديالك. انا استعملت هذا النقاش، يعني كاين بزاف انواع تاع النقاش. فوالا البنات هذا الموديل يخرج يعني بزاف شباب وبزاف سهل. فوالا البنات كيما راكم تشوفوا لهنا كنت كملت المشكله ديالي. فوالا خياتي كما راكم تشوفوا لهنا المشكله لازم تبات هكذا البنات. شوفوا انا مثلا نكونوا في الصيف راهي رايحه تنشف لك بالخف، مثلا نديرها الصباح نطيبها العشيه، مي هذا الوقت في البروده طول باش تنشف العجينه. الوغ نخليها تبات. لو كان ما تخليهاش تبات ولا تنشف العجينه ديالك كي طيبيها هذيك العجينه كيما نقشتيها تخسر لك كامل. يعني لازم تنشف مليح هذوك كيما نقشنا العجينه باش نروحوا نطيبوها. الطريقه تاع الطياب ديالها نطيبها من تحت كي تكتسب هذا اللون كيما راكم تشوفوا من تحت، نطفي لها ونشعل لها من الفوق شويه برك البنات هكذا، ماشي باش نحمروها من الفوق مي باش تدينا هذاك اللون الذهبي يعني كلاغ. هذا ما كان البنات، هذه هي طريقه تاع الطياب. يعني عسوا المشكله ديالكم وراهي رايحه تتنفخ شويه. كي طيب مباشره الشربات. الشربات فيها 2 كيسان تاع الماء مع كاس تاع السكر العادي. كي تغلي نحسب حوالي 2 دقائق ونطفي عليها، يعني تقعد شاربات ما ديروهاش ثقيله، وديروا لها اون ترونش تاع القارص. فوالا البنات ومن بعد من الشربات يعني مباشره للعسل. في الشربات تخليها تقعد شويه ما تخافيش، ماشي كيما الجزيريات ندخلها ونخرجها. المشكله خليها حوالي ربع ساعه 20 مينوت ومن بعد نحيها من الشربات حطيها مباشره في العسل. العسل شاركته معكم الفيديو السابق، نخلي لكم الرابط ديالو في التعليق المثبت. هذه هي النتيجة وهذه هي المشكلة ديالي. يعني حلوى بسيطة تقليدية جزائرية أي وحدة تقدر تديرها، يعني من أسهل الحلويات. نتمنى إن شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون نال إعجابكم. تلاقى بكم الفيديو القادم إن شاء الله، والسلام عليكم.